يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يلا نبدأ. في يوم مشمس وجميل ومع بداية موسم كروي جديد ينزل فريق نادي بوهيميان الأيرلندي في حصة تدريبية عادية جدا زي ما انت شايف كده. بس مش ملاحظ حاجة؟ التيشيرتات اللي هم لابسينها عليها صور اللاعب الشهيد الفلسطيني سليمان العبيد، واللي باين برضه من تفاصيل التيشيرتات اللي هم لابسينها ان هم بيدعموا القضية الفلسطينية. ماشي، ايه الجديد في كده؟ ما هو دلوقتي بقى في فئة كبيرة على الكوكب بقت عارفة الحقيقة وبتدعم فلسطين. عندك حق، بس الناس دول بقى غير، دول من اوائل الدول في اوروبا اللي بتدعم القضية الفلسطينية من قبل ما الناس هناك تاخد بالها اصلا. وده بان اكتر في تصريح رئيس الوزراء الايرلندي ليو فيردكار لما كان في البيت الابيض في مارس 2024. قال ان لما بيسافر حوالين العالم الناس دايما بتسأله عن سر دعم وتعاطف الشعب الايرلندي مع الشعب الفلسطيني. كان دايما بيجاوب عليهم ويقول لهم ان الشعب الايرلندي بيشوف نفسه وقصته في قصة الشعب الفلسطيني، من تهجير قسري بقى وسلب أراضي وتمييز وتجويع وترهيب وغيرهم من الجرائم اللي بتتم في حقهم. ياه، هم دول كمان إسرائيل احتلتهم؟ في الحقيقة لا، بس كان محتل تاني جار ليهم، الإنجليز أو المملكة البريطانية. بدأ الموضوع سنة 1167. في الوقت ده كانت الجزيرة الأيرلندية في حالة ضعف وصراعات داخلية على الحكم. يروح ايه بقى؟ ملك انجلترا وقتها الملك هنري الثاني ما يعجبوش الكلام ده، ويقوم يبعت جيش النورمان علشان يسيطر على الوضع هناك. وفوق كل ده هيعين ابنه الأمير جون حاكم على الجزيرة كلها، اللي بشكل ما ساعد على انتشار قوات النورمان وسيطرتهم على كتير من الأراضي الأيرلندية. لكن مع الوقت قوات النورمان اتراجعت بشكل كبير جدا، ورجع من تاني أمراء جزيرة أيرلندا في السيطرة على الوضع واستعادة أراضيهم اللي اتاخدت منهم من تاني. لكن في القرن ال16 وتحديدا سنة 1536 فجأة ملك انجلترا وقتها هنري الثامن يقرر انه يرجع امجاد جده الملك هنري الثاني، ويرجع من تاني يغزو ايرلندا ويفرض سيطرته عليها ويضمها تحت التاج الملكي البريطاني. معلش لحظة واحدة، هو ايه سر الاصرار الغريب في احتلال دولة لا بتهش ولا بتنش زي ايرلندا؟ ما يسيبوهم في حالهم. الله، اقول لك، هي انجلترا طول الوقت كانت شايفه ان مفيش حاجه اسمها ايرلندا وان هم مجرد رعايا بريطانيين، بس لو هم شعب بريطاني ولا بيتميزوا بمزايا الشعب البريطاني. فهمت؟ يلا نكمل. المختلف المره دي بقى ان هنري الثامن كان عايز ايرلندا كلها تبقى تابعه لبريطانيا سواء دينيا او سياسيا. طب سياسيا ومفهومه، دينيا ازاي بقى؟ هفهمك. في الوقت ده اغلبيه الشعب الايرلندي بيتبع الطائفه الكاثوليكيه، بخلاف بريطانيا اللي الطائفة الرسمية فيها هي الطائفة البروتستانتية. فهو بقى كان عايز يغير طائفة شعب بحاله، لأنه كان شايف إنه لو قدر يعمل كده الشعب الأيرلندي هيبطل يقاومه. لكن طبعا ما نجحش إنه هو يعمل حاجة زي كده. في المقابل بقى بريطانيا كانت بتمارس العادات المفضلة لأي مستعمر ضد البلد اللي بيستعمرها: اضطهاد كبير للشعب الأيرلندي، تهميش ونزع السلطة من الأمراء المحليين، واستقطاع الأراضي وتسليمها للمستوطنين البريطانيين. معلش دي باكج ولازم تتعمل كلها على بعضها، ما ينفعش نعمل حاجة ونسيب حاجة. ومن وقتها والأمور كلها بقت تقريبا في إيد السلطة المركزية البريطانية في العاصمة دبلن. عارف بقى الوضع هناك بقى عامل إزاي؟ استقطاعيين ومستوطنين بروتستانت تابعين لبريطانيا بقى هم نخبة البلد، كريزة المجتمع زي ما بيقولوا. أما الشعب الأيرلندي اللي هو صاحب البلد أصلا بقى مهمش وملوش رأي وحقوقه ضعيفة في البلد. يا زمن، فاكر بقى لما قلت لك إن الملك هنري الثامن كان عايز يخلي أيرلندا تابعة لبريطانيا دينيا؟ بس طبعا معرفش إن هو يعمل كده. حكومة بريطانيا بقى لعبت لعبة حلوة. وقتها الحكومة اعلنت ان اي حد ايرلندي هيتحول من الكاثوليك للبروتستانت هيكون الوحيد اللي ليه حق ان يورث الورث كامل لما والده يتوفى، واخواته التانيين ما لهمش اي حاجة طالما فضلوا كاثوليك زي ما هم. وفضلت بريطانيا تضغط بكل الطرق الممكنة على الشعب الايرلندي علشان يبقى تابع ليهم. بس كان في حاجة كده حكومة بريطانيا ما كانتش واخدة بالها منها وقتها، وهي ان كتر الضغط بيولد الانفجار. في منتصف القرن ال17 اندلعت ثورة مسلحة معروفة باسم حرب ال11 عام او الحرب الاهليه الايرلنديه، واللي طبعا كان اطرافها هم البرلمانيين المستوطنين الانجليز البروتستانت اللي ماسكين البلد، وضدهم ثوار من الشعب الايرلندي الكاثوليكي. في البدايه ينجح الايرلنديين في ان هم يستعيدوا السيطره والحكم على البلد لمده 10 سنين. بريطانيا تسكت بقى؟ لا، ترجع اقوى واعنف من الاول وتسيطر تاني على الحكم وتفرض نفوذها على الجزيره كلها. وعلشان بريطانيا تسكت الثوره دي حوالي تلت السكان الاصليين لايرلندا يا اما
ماتوا يا اما اتنفوا بره البلد. ده غير ان المساحات البسيطه من الاراضي اللي كان بيمتلكها بعض الايرلنديين اتاخدت منهم غصب وتحولت ملكيتها لمستوطنين بريطانيين، وبكده بقى اغلب سكان ايرلندا ما هم الا عمال غلابه شغالين في اراضي المستوطنين الانجليز. واستكمالا للاحداث احب اقول لك ان هم بعد ما كانوا السبب في نزوح وهجره الشعب الايرلندي من بلادهم، لا دول كمان نزعوا عنهم صفه الانسانيه، وكانوا بيوصفوهم ان هم مجرد وحوش ما وصلوش حتى لدرجه ان هم يبقوا بشر. ومن بعد اخماد الثوره زادت سيطره بريطانيا اكتر واكتر، وزادت حده القوانين المفروضه على الشعب الايرلندي، زي منع استخدام اللغه الاصليه الايرلنديه وهي الجليه، وكمان منعهم ان هم يتعلموا طب او قانون. ده حتى الموسيقى الايرلنديه ما سلمتش منهم وحظروها. عملوا باكج مستعمر انما ايه متطوره وشامله اول ان وان. هدفهم كان واضح ان هم هينسوا الايرلنديين ان هم ايرلنديين. ده غير استغلال موارد البلد نفسها زي قطع اشجار الغابات وتصدير الخشب للجيش الملكي البريطاني وتصدير المحاصيل الزراعيه بره ايرلندا، ويستمر اهمال الحكومه وتهميشها للشعب الايرلندي. وده بيتسبب في مجاعات كتير زي المجاعه اللي حصلت سنه 1740 اللي تسببت في موت من 13 ل 20% من سكان ايرلندا، او زي مجاعه ايرلندا الكبرى المعروفه بمجاعه البطاطس. المجاعه اللي بدات بفساد محصول البطاطس واستمرت لحوالي 8 سنين من 1845 ل 1852، واللي تسببت في موت من 20 ل 25% من السكان. وبالمناسبه دي واحده من افظع المجاعات اللي حصلت في التاريخ الحديث. لما نيجي نبص بقى على ازاي الحكومه البريطانيه اتعاملت مع الازمه دي، شكلوا لجنه علشان تحل الازمه دي بقياده السير تشارلز تريفالين. الراجل ده طلع قال ايه بقى؟ ان المجاعه دي ضربه وعلاج الهي للشعب الايرلندي علشان يخلصهم من الناس اللي مالهمش فايده. يا ابن اللعيبه يا كرييتيف، انت فنان والله العظيم، فنان شابوه. هو ده فن اداره الازمات. المجاعة دي غيرت كتير من الأحداث بعد ما حصلت واتحفرت في ذاكرة الشعب الأيرلندي لحد دلوقتي، لكن طبعا الحكاية ما خلصتش لحد هنا، وهنقف لحد هنا علشان مدة بس الحلقة، وهنكمل الحلقة الجاية. وبس كده، ما تنساش بقى لو الحلقة عجبتك تعمل لايك وشير وتسيب لنا كومنت كده بتدعمنا فيه وتقول لنا نفسك تشوف حلقات ايه جاية. وعلى فكرة كان معاكم مصطفى محمود، واشوفكم في حلقات جاية. سلام.